تبذل السلطات المصرية جهودا كبيرة لكشف وإزالة الألغام الأرضية التي خلفتها الحرب العالمية الثانية على أراضيها. التقارير تشير إلى أن ما يقدر بأكثر من 17 مليون لغم زرعت من قبل الحلفاء وقوات المحور إبان تلك الفترة، ما يستدعي البحث عن حلول لإزالتها. شباب مصر قدموا حلولا مبتكرة لهذه المشكلة. شكلت الألغام التي زرعها الحلفاء وقوات المحور في مصر إبان الحرب العالمية الثانية مشكلة تؤرق هاجس السلطات المصرية. فالتقديرات تشير إلى زرع ما يقدر ب17 مليون ونصف المليون لغم في الصحراء الغربية في مصر. وخلال حرب عام 67 زرعت إسرائيل أيضا العديد من الألغام في سيناء. نوجه أعين الدول اللي زرعت الألغام في الساحل الشمالي، ونوجه الدول الأخرى للمساعدة في إزالة الألغام، لأن في عدد ضخم جدا من الألغام مزروعة في الساحل الشمالي. ورغم إنفاق ملايين الدولارات على عمليات إزالة الألغام، إلا أن التقارير أفادت أن ما يقرب من 10% فقط من المساحة المستهدفة قد تم مسحها، الأمر الذي يتطلب معه البحث عن حلول أخرى لمعالجة المشكلة. وفي الوقت الذي تبحث فيه السلطات عن هذه الحلول، يطرح بعض الشباب المصريين حلولا مبتكرة. مسابقة من نوع خاص أبطالها روبوتات صممت خصيصا للكشف عن الألغام المضادة للأفراد. المسابقة النهاردة ان احنا بنعمل روبوتكس كاشفة للألغام، هي مسابقة تعليمية بين الجامعات المصرية والخاصة. عشرات من طلبة الجامعات والمدارس من جميع أنحاء البلاد قدموا للمشاركة في المسابقة، وعرض كل فريق النموذج الذي قام بتصميمه من الروبوتات القادرة على البحث عن الألغام المضادة للأفراد تحت الأرض وفوق الأرض من غير المتفجرة. ممكن إن شاء الله أن حاجة زي كده نستغلها إنها تتنفذ فعليا وتشيل ألغام. القائمون على المسابقة يأملون في رسم خريطة تحدد مواقع الألغام، ولكن حتى مع وجود هذه الخريطة فإن التحدي كبير مع وجود ما يعادل 20% من الألغام في العالم داخل الأراضي المصرية. عماد الدين همام، العربية.